هنا في إسطنبول، على مضيق البوسفور، قصر بيلر بي، حيث قضى السلطان عبد الحميد الثاني أيامه الأخيرة بعد أن تم عزله عن السلطنة، وكانت وفاته في شهر فبراير شباط عام 1918 عن عمر يناهز 76 عام، وقبل انتهاء الحرب العالمية الأولى بعدة أشهر، لينتهي عهد آخر السلاطين العثمانيين الفعليين الذين تولوا سلطة حقيقية. فمن هو عبد الحميد الثاني؟ هو عبد الحميد بن السلطان عبد المجيد الأول، وكان أبوه أول سلطان عثماني يضفي على حركة التغريب في الدولة العثمانية الصفة الرسمية، وعرف عهده بعهد التنظيمات. ولد عبد الحميد الثاني عام 1842، وتوفيت والدته وهو في الثامنة من عمره، وتولى تربيته زوجة أبيه رحيمة بريستو، وكانت معروفة بالتدين، وربما كان اعتنائها بعبد الحميد منذ طفولته سببا في حبه للدين، وقد منحها عند صعوده للعرش لقب السلطان الوالدة. كان عبد الحميد منذ صغره محبا للثقافة والفنون، وقد درس اللغة التركية والفارسية والفرنسية، وكان يهتم اهتماما خاصا باللغة العربية، وكان يريد جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة بعد توليه السلطنة، إلا أن هذا لاقى معارضة السياسيين الأتراك من أصحاب النزعة القومية التركية. توفي والده وهو في سن الثامنة عشر، وأصبح ولي عهد ثاني لعمه السلطان عبد العزيز، الذي استمر في الخلافة 15 عامًا، شاركه فيها عبد الحميد في كثير من أسفاره ورحلاته إلى أوروبا ومصر. قتل السلطان عبد العزيز في مؤامرة دبرها بعض رجال القصر، وبعد وفاته اعتلى العرش مراد الخامس، لكنه لم يمكث على عرش الخلافة سوى 93 يوما، وتم خلعه، وبويع عبد الحميد الثاني سلطانا عام 1876 وهو في ال34 من عمره، ليصبح الخليفة ال27 من الخلفاء العثمانيين. تولى عبد الحميد السلطنة والدولة على مشارف حرب جديدة مع روسيا، وفي ظل ظروف دولية معقدة واضطرابات في بعض أجزاء الدولة، خاصة في منطقة البلقان. حاول عبد الحميد الثاني أثناء فترة حكمه إحياء الدولة العثمانية من جديد بعد أن مرت بمراحل من الضعف، حيث وصفت برجل أوروبا المريض، وحاول أن يحافظ على ما تبقى من إرث أجداده، وأعاد الاهتمام بالثقافة واللغة العربية بدلا من الثقافة الأوروبية. شهدت الدولة في عهده الكثير من الإنجازات، فقد أعاد تنظيم الجيش العثماني، وهو صاحب فكرة إنشاء الجامعة الإسلامية، وفي عهده تم إنشاء سكك حديد الحجاز. إلا أن الدولة التي ورثها عبد الحميد الثاني كانت مثقلة بالديون والأعباء، وكان يحيطه الأعداء من كل ناحية، فما بين روسيا وبريطانيا ومؤامرات الدول الأوروبية لإسقاط الدولة العثمانية، ثم الحركات التحررية في منطقة البلقان، والنزاعات القومية التي نشأت في أرجاء السلطنة، كانت فترة حكم عبد الحميد التي استمرت حتى عام 1909. في 1897 وبعد عقد المؤتمر الصهيوني الأول برئاسة تيودور هرتزل، وبعد اختيار فلسطين لتكون مقرا للدولة العبرية، حاول الصهاينة الاتصال بالسلطان في محاولات يائسة للسماح لليهود بإقامة وطن قومي في أرض فلسطين، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل رغم العروض والإغراءات المالية والسياسية التي قدموها للسلطان عبد الحميد الثاني. أصدر السلطان عبد الحميد الكثير من الفرمانات بمنع الهجرة اليهودية لفلسطين، ومنع اليهود من امتلاك الأراضي داخل الدولة العثمانية. واجه عبد الحميد الثاني في فترة حكمه الكثير من المصاعب والظروف السيئة التي أحاطت بالدولة العثمانية من كل جانب،
وكان آخرها ظهور جمعية الاتحاد والترقي التي تشكلت من مجموعة من ضباط الجيش العثماني، خاصة من الجيش الثالث بمنطقة البلقان. وقد عملت جمعية الاتحاد والترقي على قلب نظام الحكم وإسقاط السلطان عبد الحميد بعد أن اتهمته بعدم الديمقراطية في حكمه، إلى أن نجحت في النهاية لإسقاط السلطان عام 1909. بعد خلع السلطان عبد الحميد تم نفيه إلى مدينة سالانيك في أحد القصور التي يمتلكها أحد يهود المدينة، وتم تجريد السلطان من أمواله وممتلكاته، وتنازل عن العرش لأخيه السلطان محمد رشاد الذي لم يكن سلطانا حقيقيا، إلا أنه في النهاية وبعد فترة طويلة قضاها عبد الحميد في منفاه في سالانيك تم السماح له بالعودة إلى قصر بيلار بي في إسطنبول. وكانت وفاة السلطان في عام 1918 عن 76 عام، قضى معظمها في خدمة قضايا المسلمين ومحاولة إحياء دولة الخلافة من جديد. رحمه الله السلطان عبد الحميد الثاني.